السلام عليكم بنات، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير. قبل لا نبلش بالفيديو اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس، حطوا لايك واشتركوا بقناة انفار في صندوق الوصف. واليوم جيتكم بتعزيل. طلعت للسطح قلت خليه اعزله وابلش بيه. عزلت اني الجو كامل الشتوية بتظلت السطح قلت خليه اشوفكم اياه عشان عاد اعزله. هاي الغراض اللي ظلت مع اهلي اشتروا بيت ففلشوا. يعني فلشوا حياطين وغيروا المجاري فهاي تبقت منهم. والغراض يعني توتنا متحولين، يعني تعرفون يعني نصعد الغراض وش نحتاج. هنا عندي هذا الصوف. من كنت عاد اسوي المخاديد للحفل، لا عاد اسوي مخاديد فحطته بالسطح على مود انفش بالسطح حتى ما يتبدع البيت. فبديت افرغ الغراض وافرغ هاي المحطوطات كلهم انزلهم بالقاع ونبدي بيهم. آه أنا جاية أقول لكم على شيء شاغل بالي حيل. أنا شفت رؤية بالحلم. أنا صليت فجر ونمت واني يعني على وضو. فحلمت يعني شفت رؤية إنه واحد جاني بالرؤية قال لي أنتي مسوالك سحر. فأني يعني ما ترتاحين أبد، كل ما تصير لك شغلة يعني تتقدمين بحياتك أنتي ترجع تقفين نفس المكان. فأني هاي الرؤية ما عاد تروح مني، هاي تقريبا صار لها شهر. لأنه فعلا ما عاد تصير لي شغلة، إذا كل ما أتقدم بشي حتى القناة هذه عاد تصير عليها بلاغات مو طبيعي. يعني أحسب المشاهدات تصعد ترجع تنزل، اللايكات تصعد ترجع تنزل. أنا حالتي فرد مرة تعبت إيدي حيل، تعبت يعني إيدي يعني ما كانت هيك. فرد مرة إيدي تعبت بعد ما أقدر أشيل بيها. حسبوا قلاص المي ما أقدر أشيله. فأني قولوا لي انصحوني شو أسوي بهاي الحالة. وقولوا لي يعني اروح يعني وين اروح اشني هو الحل. وهاي يعني هاي الصحيحة هاي الرؤية. انا قلت خلي اشوفكم ويايا واشوفكم شلون كملت السطح وتقولوا لي رايكم بهاي الرؤية. بعد ما كملت السطح انا هذا قشر الرمان احنا نيبسه على مود نطحن ونحطه على الحنة، يعني نسوي بيه علاج. وهذا كان السطح، شوفوا شلون كان وشلون سويته، شطفته وعزلته ونظفته لحد ما صارت الدنيا ليل. أتمنى أنكم تردون علي بالتعليقات وتقولوا لي شنو هاي قصة هاي الرؤية وليش أنا عيصير وياي هيك. وأشوفكم على خير بالفيديو الجاي ومع السلامة.